ديفيد بيكهام نجم خط النص بتاع انجلترا وريال مدريد. تيجي انت ايه في حلاوة عرضيات ورفعات والكور الثابتة بتاع بيكهام؟ مش بس عالمي في الضربات الثابتة، ده كمان عالمي في المشاريع. تعالوا نعرف النهارده ازاي بيكهام وصاحبه عملوا ضجة في المشروع الجديد بتاعهم، العلامة التجارية الجديدة بتاعتهم واللي اسمها بي اب. براند جديد عمله بيكهام وصاحبه، وعبارة عن فاكهة معمولة بالعسل للأطفال. الناس كلها عارفين بيكهام كلاعب، واللي بعد ما اعتزل اشترى انتر ميامي اللي بيلعب فيه ميسي. بس الناس ما تعرفوش ان بيكهام عنده بيزنس تاني، وهو شغفه الأكبر تربية النحل. بيقول بيكهام ان تربية النحل بدأت معاه كهواية مع ابنه اللي بيحب النحل، بس موضوع الشغف ده تطور معاه بسرعة وتحول لبيزنس. وعشان هو عقليته مختلفة، ودي عقلية واحد بتاع لمسات سحرية، بقى بيبص لأي حاجة على إنها بيزنس تدخل له فلوس. عشان كده بيكهام بص للعسل كمنتج، قدر يحوله لحاجة خارقة توفر بديل السكر للأطفال. ومن هنا بدأ يعرض الموضوع على صاحبه اللي اسمه شون. شون بيقول أكتر شيء بيعجبه في بيكهام هو شغفه وحبه للي هو بيعمله وحبه لتربية النحل والعسل. طبعا مش محتاج أقول لك إن المنتج نجح، لأن اللي بيعمل له دعاية هو بيكهام نفسه. شون فعلا بيقول إن أكبر دعاية للمشروع هو بيكهام نفسه، وان عنده قاعده مشجعين كبيره، وانه شخص محبوب وما عندوش مشاكل مع اي حد. بس الاكتر من كده ان المشروع ده فكره جديده ومحدش عملها قبل كده. شون كمان بيقول ان بدايه المشروع كانت موفقه لان الفكره نفسها كويسه وجديده. بس خد بالك، في حاجات وعوامل تانية نجحت المشروع زي التغليف وازاي قدروا يخلوه قريب من العميل. على سبيل المثال استخدموا استيكرات تبين ايه اللي موجود داخل المنتج بطريقه قريبه من الاطفال. واللوجو كان حرف بي، واللي هو اول حرف مين من بيكهام، وده اللي عمل دعايه للمنتج وخلاه يكسب ثقه العملاء بسرعه. مش لازم تكون بيكهام يعني عشان تبدا مشروع، ممكن تبقى سيد معوض عادي يعني. الفكره نفسها جديده، كده هتنجح سواء اللي عملها بيكهام او سيد معوض. بس ازاي هتجيب فكره جديده وانت موظف كل تفكيرك انك تصحى بدري عشان تلحق البصمه عشان ما يتخصملكش؟ وازاي تعدي يومك الممل في الشغل؟ وازاي هتقابل كل يوم زمايلك اللي بيرازوك وبيحطوا عليه؟ تدعي ربنا كل يوم مديرك يموت او يتشال